السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل من الممكن أن يهتز عرش الرحمن لموتنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا عارفين إن عرش الرحمن سبحانه وتعالى، عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، أي اهتز فرحا بقدوم روحه كما قال الإمام النووي، فرحا بما قدمه من خدمات لهذا الدين العظيم. طيب هل احنا بقى كمسلمين هل ممكن لو حد فينا مات كان رجلا أو امرأة هل ممكن يهتز عرش الرحمن لموتنا؟ والجواب نعم ممكن، بس الفرق ان لو اهتز عرش الرحمن لأي مسلم قدم خدمات لدينه عظيمة في هذا الزمان فاحنا مش هنعرف. ليه؟ لأن الوحي انقطع من السماء. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوحى إليه من السماء، لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ أخبر النبي أصحابه وعلمت الأمة بعد ذلك بأن عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله، هو العرش ده له حس وإدراك؟ نعم العرش له حس وإدراك، والكون كله له حس وإدراك. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سبحان الله، فالكون كله يعرف ربه ويسبح بحمد ربه، بل ويسجد لربه سبحانه وتعالى. طبعا سيدنا سعد بن معاذ قدم خدمات عظيمة جدا جدا فوق ما يخطر على قلب بشر. فبعد بيعة العقبة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق على الحديد وهو ساخن، فأرسل أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة وهو مصعب ابن عمير. مصعب بن عمير نزل المدينة المنورة، فنزل ضيف على واحد اسمه أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده ابن خالة سعد بن معاذ. فكان مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة بيجلسوا أمام بيت أسعد بن زرارة، وأي حد معدي يجي يناديله ويقعد يكلمه عن القرآن وعن السنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على يديه بفضل الله. فأسلم عدد كبير. في الوقت ده سعد بن معاذ كان سيدا في قبيلته، قبيلته اسمها بني عبد الأشهل، قبيلة كبيرة جدا ما شاء الله وقبيلة قوية، وهو كان سيد هذه القبيلة. فراح منادي على واحد برضه كان سيدا في قومه اسمه أسيد بن الحضير، قال له: تعالى يا أسيد، روح واطلب من هذا الرجل أن يذهب من هنا وإلا فسيرى، يعني هدده وخليه يمشي. اللي هو مين؟ اللي هو مصعب بن عمير. ليه؟ لأنه عمال الشباب عمالة تدخل الإسلام على إيديه. فذهب إليه أسيد بن الحضير ومعه حربة، فأول ما وصل ركز الحربة في الأرض ونظر إليه كده يعني بشدة وقال له: أيها الرجل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. طبعا تهديد واضح جدا. فإذا مصعب بن عمير الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. كلام في غاية الروعة. فالراجل بص له كده يعني أسيد بن الحضير، قال له: لقد أنصفت. فأزاح الحرب وجلس، استمع إلى القرآن وهو يخرج من بين فم مصعب بن عمير، فأسلم أسيد بن الحضير في نفس الجلسة. ثم قال له: إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلهم، اللي هو سعد بن معاذ. فقال له مصعب بن عمير: ما عليك إلا أن تأتيني به. فعاد أسيد بن الحضير، فأول ما شافوا سعد بن معاذ قال لهم: لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. صحيح، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. فقال: ما أراك أغنيت عنا شيئا يا أسيد.
فأسيد أم احتال حيلة كده عشان يخلي سعد بن معاذ يروح يسمع لمصعب بن عمير. قال له: أما دريت يا سعد إن قبيلة بني حارثة علمت أن أسعد بن زرارة ابن خالتك فأرادوا أن يقتلوه فأدركوا قبل أن يقتل، روح الحول أحسن ده هيتقتل. فسعد بن معاذ خد الحربة وجري على هناك، فراح لقى الدنيا جميلة، لا في مشاكل ولا قبيلة بني حارثة ولا أي حاجة. لقى مصعب بن عمير قاعد ولقى جنبه مين؟ أسعد بن زرارة. فقال نفس كلمات أسيد بن الحضير: ما الذي أتى بك إلى هنا أيها الرجل؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس هدوء المؤمن قال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. جلس يسمع القرآن من مصعب بن عمير، ثم أسلم سعد بن معاذ وعاد إلى قبيلته. شوف الذكاء، لو راح قال لهم أنا أسلمت هيقتلوه، إنما قال: يا بني عبد الأشهل، فاجتمعوا. فقال: ماذا تعلموني فيكم؟ إيه رأيكم فيا؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، يعني أنت اللي فينا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله عز وجل. ودي طبعا قبيلة كبيرة جدا، فكان ذلك سببا لنشر الإسلام في المدينة المنورة. ده الموقف الأول لسعد بن معاذ. الموقف الثاني في غزوة بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية إن هم يقاتلوا معاه لو كان القتال داخل المدينة المنورة، تمام؟ لكن المرة دي بقى في غزوة بدر كان القتال خارج أسوار المدينة المنورة، فالنبي قال: أشيروا علي أيها الناس صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين، والنبي عايز يعرف رأي الأنصار. طب ليه رأي الأنصار؟ لأن عدد المهاجرين الذين سيقاتلون كانوا نصف عدد الأنصار، يعني الأنصار كانوا ضعف عدد المهاجرين، فأعباء الغزوة دي كلها تقريبا على أكتاف الأنصار، هم أكتر ناس هيشيلوا إيه؟ الحمل الكبير، تلتين الحمل. فأراد أن يستوثق يعني الأنصار مع الغزوة دي خارج أسوار المدينة. فقرر النبي وقال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك سعد بن معاذ، فقال هذه الكلمات التي ينبغي أن تنقش على الصدور بماء الذهب ورب الكعبة. فقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند ربك، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا، فامض لما أراك الله يا رسول الله. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية قال له: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، يعني اعمل المعاهدات اللي انت عايزها واقطع المعاهدات اللي مش عايزها، تمام؟ وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالذي نفس محمد، فوالله لو سرت بنا يا رسول الله حتى تبلغ البرك من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. بيقول له لو مشيت كده وقاتلت كل القبائل من هنا لحد ما تبلغ البرك من غمدان، وبينهم وبين البرك من غمدان 13 قبيلة كلهم عايزين يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له نقاتلهم كلهم ونفضل معاكم ثابتين. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، فما أشار النبي إلى مكان إلا وقتل فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
ده الموقف الثاني لسعد بن معاذ، فكان من أعظم أسباب النصرة في غزوة بدر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تقدير الرب العلي سبحانه وتعالى. الموقف الثالث والأخير في غزوة بني قريظة، كان طبعا لما أراد يهود بني قريظة أن يغدروا بالمسلمين، لما جاءت قبائل الشرك في غزوة الخندق 10,000 مشرك عايزين يغزوا المدينة، فحفر النبي وأصحابه الخندق حول المدينة وما بقي إلا مكان من الخلف كده اللي فيه يهود بني قريظة. وطبعا في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظة إن لو جه عدو من الخارج إما إن أنتوا تقاتلوا معانا وإما تخلوا بيننا وبين العدو وتبقوا على الحياد ما تقفوش مع العدو. فأراد اليهود أن يغدروا بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يدخلوا وينقضوا على المسلمين فيقتلوهم. فالحمد لله ربنا نجى المسلمين بفضل الله أولا، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فسلط الله على المشركين الريح فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وانصرفوا راجعين بفضل الله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصفي حساباته مع يهود بني قريظة. خدوا بالكم بقى، يهود بني قريظة دولت قبل ما سعد بن معاذ يسلم، يعني قبل ما يدخل الإسلام كان من أعز أصدقاء يهود بني قريظة، لكن بعد الإسلام مفاصلة ما بين الحق والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يحكم فيهم في يهود بني قريظة سعد بن معاذ اللي هو كان صديقكم وحبيبكم زمان. هتشوفوا دلوقتي بقى هيقول إيه بعد ما أسلم، هيقول كلمة الحق بفضل الله. فجيء بسعد بن معاذ وكان أصيب إصابة شديدة في غزوة الخندق، لكن الله عز وجل قدر أن يعني إيه إن الدماء يعني إيه تتجمد ولا تنزف، والحمد لله ربنا أكرمه وتوقف النزيف. ثم بعد ذلك جاء في غزوة بني قريظة بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. قال ويرضى من ها هنا؟ يعني الصحابة قالوا نعم. قال ومن ها هنا؟ واستحي أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرضى من ها هنا؟ فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم، الرجالة اللي كانوا بيقاتلوا يتقتلوا كلهم، تمام؟ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى من السبي وتسبى نساؤهم وذراريهم يعني أولادهم وتقسم أموالهم. فقال له صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. الله أكبر. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي في تلك اللحظة وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حكم الله في بني قريظة كذا وكذا، وهي الكلمة اللي قالها سعد بن معاذ. ثم بعد ذلك قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، وإن كنت أنهيت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر جرحه رضي الله عنه وأرضاه، وسالت دماؤه وفاضت روح سعد بن معاذ بعدما حكم على بني قريظة. في تلك اللحظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عند الحاكم قال لقد الصحابة هم شايلين جنازة له خفيفة، قالوا له يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من سعد بن معاذ رغم أنه هو ضخم ما شاء الله. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. رضي الله عن سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا حبايبي أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة. في 6 سنوات قدم كل الخدمات ديت للإسلام والمسلمين، فاهتز عرش رب العالمين لموت سعد بن معاذ. إذن قد يهتز عرش الرحمن لموت أي واحد فينا قدم خدمات للإسلام، لكن الفرق إن احنا دلوقتي مش هنعرف إن ما فيش وحي. أما في عهد النبي فعلمنا لأن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش قد اهتز لموت سعد ابن معاذ. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.